يا ماما، قبل ما تقول ابنك بيعيط ليه، اسمعي ال15 ثانية الجايين. يمكن تكتشفي إنك بتكرري 3 غلطات من غير ما تاخدي بالك. يا ماما، كلنا عدينا باللحظة اللي الطفل فيها يبدأ يعيط فجأة، وإحنا واقفين مش فاهمين هو في إيه. بس على فكرة، في 3 أسباب بسيطة جدا بتكون ورا العياط ده، وإحنا ساعات ما بنفكرش فيهم. السبب الأول، الجوع أو العطش. تخيلي، أبسط سبب وبنفتكره دايما آخر حاجة. جربي تديله لقمة صغيرة أو شوية مية، وهتشوفي العياط هيهدى إزاي. السبب التاني، محتاج حضن. والله مش هزار، ساعات الطفل بيعيط علشان بس محتاج يحس بالأمان. حضن صغير منك يغير مود اليوم كله. السبب التالت، الجو حواليه مزعج. صوت عالي، نور قوي، شد عصبي في البيت. الأطفال حساسين جدا للحاجات دي. لو هديتي الجو حواليه شوية، هتلاقيه هادي على طول. قبل ما تقولي هو بيعيط ليه، بصي على ال3 حاجات دول، وهتتفاجئي قد إيه الموضوع بسيط. وقوليلي في الكومنتات، ابنك بيعيط أكتر في أي مواقف، علشان أعمل حلقة كاملة عن كل الأسباب اللي بتقابل الأمهات يومياً.